بسم الله والصلاة بسم والسلام الله على رسول والصلاة الله. اللهم والسلام صل على وسلم رسول وبارك الله. على سيدنا مرحبا محمد بكم أحبتي في وعلى آله قناة وصحبه مطبخ ليان أجمعين. كيتشن. مرحبا بكم في اليوم راح قناة أدير مطبخ معكم ليان كيتشن. فيديو أنواع من اليوم الكروشي راح نجي معكم بعيدا عن مش الطبخ. حاجة حلوة. نتمنى ينالوا إعجابكم بعض من موديلات وفرجة الكروشي. ممتعة إن شاء الله. البعض من موديلات كروشي تاعي، والبعض منقولة للإفادة إن شاء الله. نتمنى ينالوا إعجابكم، واللي عندها هواية الكروشي نتمنى تجربهم إن شاء الله وينالوا إعجابها. بالمناسبة بمناسبة دخول العام الجديد، احنا يعني كمسلمين ما للأسف كاينين اللي يحتفلوا به، وهو يعني صراحة حرام في حرام، لأنه يحتفلوا به غير يعني الأجانب. للأسف هذه مش من تقاليدنا ولا عاداتنا. يعني نأيدوا في الكفار يعني، ونحتفلوا معهم برأس السنة. وهذه كلها بدع في بدع صراحة. نجتنبوا الحوايج هذه، ننصحكم من وجه الله، يعني لوجه الله تعالى اجتنبوهم يعني. والله. وعلاش هما ما يحتفلوش بعيد الأضحى وبعيد الفطر تاعنا؟ علاش وحنا نحتفلوا بالعام تاعهم؟ وعلاش؟ غير ممكن، غير مسموح. عمري ما شفت كافر يحتفل معانا برمضان، يحتفل معانا بعيد الفطر، يحتفل معانا بعيد الأضحى، يحتفل معانا بمولد النبي الشريف. يعني ما كانش للأسف الآلاف المسلمين تحتفل وتوجد مسبقا بهذا الاحتفالات. وهذا حبيتي طارت فرحي ولادك قبل أو بعد، يعني حاجة حلوة، مش حتى مديراها تحتفلي بها يعني راس السنة. والله العلي العظيم يعني حوايج بدع يعني نديروا فيها. نسأل الله الحسن الخاتمة فقط يا رب العالمين. نسأل الله حسن الخاتمة فقط. نتمنى كل المسلمين يتجنبوا هذه الاحتفالات. والله العلي العظيم بدعه فقط. نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا رانا نأيدوا في اليهود والنصارى، نحتفلوا بالأعياد تاعهم، ما هي مذكورة في القرآن ولا هي مذكورة في الأحاديث. والله العلي العظيم يعني للأسف راني نشوف في مجتمعنا الإسلامي يحتفل به أكثر ما يحتفل بالعيد الفطر، وأكثر ما يحتفل بعيد الأضحى. هذه نصيحة من أختكم، نتمنى تأخذوا بهذه النصيحة، ونتمنى نتوبوا لربي سبحانه وتعالى. للأسف اللهم نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وزده تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نخليك مع بقية الصور، نتمنى تستمتعوا بها إن شاء الله، لأني ما قدرتش ندير فيديو للطبخ أو حاجة حلوة، لأني رحت زيارة عند عمي وزوجته وابنه وزوجة ابنه، جاوا على بركة الله من العمرة. نتمنى تكون عمرة مقبولة إن شاء الله، والعقوبة لينا وللي ما زالوا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة، زيارة بيت الله الشريف يا رب العالمين. إنها نعمة حقيقية. يا رب يا رب، اللي يتمنى هذه الأمنية ربي يحققها له إن شاء الله. ونتمنى العام الجديد اللي حيدخل علينا بالصحة والسعادة والهناء، وربي يرزق كل محروم إن شاء الله ذرية صالحة يا رب العالمين. وربي يشفي كل مريض يا رب. اللهم اشفي كل مريض يتألم بصمت يا رب العالمين. اللهم ارزق كل محتاج وكل محروم من أي حاجة في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم زوج أولاد المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا
يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. وفي أمان الله في فيديو لاحق إن شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة وإلى اللقاء.